شير واتصل بالطليق ديالك سي مهدي قباج وبغى انه يهضر معاك دابا في اللايف. واش سي اوكي؟ فرحتي سكينه؟ المهم دابا نشوف مع الريجي. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وي سي مهدي بخير؟ الو وي الحمد لله. كتسمعني مزيان؟ كنسمعوك. شوف انا ما بغيتش نهضر معها في اللايف لان انا قررت باش عمري ما بغيت نعاود نهضر معها في حياتي، ولكن باغي ندوز ان بتي ميساج. وهذا الشيء راه الحماق، هذا الشيء راه عيب وعار. والسيده اليوم كانت في الحبس وكتخرج، واليوم نيت كدير تخرج شوف تي في. شنو المشكل؟ وشنو المشكل اللي ولادها راه حمقات ولادها. واخا انا غادي نسولك، انا غنسولك المهدي انا غادي نسولك دابا. انت كيف ما قلتي انت ما بغيتيش تهضر معايا، انت بغيتي توصل الميساج. اسمعني انا دابا، اسمعني دابا نسولك انت ملي دابا انت كتلومها علاش هي كتهضر. الله يجازيك بخير. كمل. لا بلاتي نسولك انا السؤال. انت ملي كتهضر دابا انت كتهضر كيف تسمع جوج الناس او ميم طون. واخا اسمعني انت بعدا انت دابا كتهضر بمنطق ان هي حشومه وعيب انها تهضر وولادها. وانت اسمح لي واش دابا انا دايز اون لايف ولا ما دايز اون لايف؟ نعم انت راك عيطتي في اللايف. لا عيطتي في اللايف. في اللايف دابا انت. واخا تخي بيان عافاك نكمل لو ميساج ديالي. غير تكمل الميساج ديالك واسمعني بعدا. لعبت الساوي واحد الشخص اللي عندها 4 ديال الاطفال وكدوز في شوف تي في ومن الصباح وهي كدير في التشهير منين بدات حتى الاخر، وكذوب كذوب كذوب في كذوب. واش هي سمحت لي بعدا في شي شكايه؟ راه خليت البراءه ديالي اولا. ثانيا غير هذا الشيء كامل، واش عباد الله السيده خرجت اليوم من الحبس واليوم كدوز في شوف تي في. ولكن انت فين عندك المشكل؟ ندوز نعافاكم شوف تي في واحد الرساله. ولكن انت دابا السؤال دابا انت دابا فهمني. انا ذاك النهار راني دزت لعند سميتو المدير السيد ريس الله يجازيه بخير واستقبلني وهضرت معاه بهذه الطريقه وفهمني. وراه كتخرجوا وراه خرجتوا على عائله. واخا ودابا السؤال وانت دابا انت اللي كتهضر على العائله اللي هما وليداتك، انت ما خرجتيش اليوم اللي كاع ما تنازلتي لهم. ودابا جاوبني دابا انت هاد العائله انت اللي كتهضر عليها اللي هما ولادك، واش انت ملي ما تنازلتيش لهم وخليتي لهم دوز 3 شهور ديال الحبس ما فكرتيش في ولادك؟ انت فكرتي غير في الانترفيو، انت خايف غير على راسك، غير على سميتك الحبس وما سمحتيش ليها، ما فكرتيش ديك الساعه في ولادك. هادشي ما كيدخلش للعقل. ودابا الحاجه اللي كاع ما كتدخل العقل هي انك تصيفط تموت ولادك للحبس، راه هي الحاجه اللي كاع ما كتدخل العقل. حنا راه ما داخلاش في الاعراف ديالنا المغربيه. شي جوج ديال الناس طلقوا، لان هذا هو الحقيقه، جوج الناس طلقوا. واحد السيده كتهلل وكدوز في وما داخلش عندنا في الاعراف ديالنا المغربيه ان الراجل كيصيفط تموت ولادو للحبس. هي ما عندناش في الاعراف المغربيه. كيبكيو بربعه بهم، بربعه جو دي بيان بربعه بهم، باسكو ماماهم ماشي حيت ماماهم في الحبس، بالعكس حيت ماماهم جالسه كتهضر في التلفازه. راه عندك حق تجاوبي، عندك حق تجاوبي السكينه. سيده مهندسه معماريه، سيده دكتوره، اش خاصها باش دير هذه الشوهه كامله؟ شوف الله يجازيكم بخير. شوف تي فيك تفهم واحد القضيه، واجهه صريحه وقول لي فاش كذبت واي كلمه كذبت فيها ونتواجهوا فيها دابا امام المغاربه، وشنو الكلمه اللي قلتها ودابا تعتبر انه انا تنازلت لك على المتابعه اللي عندك في المحكمه الابتدائيه وما بغيتش منك لا تخلص لي لا غرامه ولا حتى شي حاجه، وبشهاده المحاميه ديالي راه حشومه هادشي اللي كدير. شوفتي راه حشومه. انت داكشي اللي ما تواجهش معايا، انت اللي هادشي درتي ماشي حشومه. تموت ولادك الحبس واش هذا هو اللوجيك؟ واش اللوجيك هي انك تصيفط تموت ولادك الحبس وما تبغيش تهضر على حقها؟ واش هذا انت اللي عندك المنطق؟ السلام عليكم والله يعاونكم. والله يعاونك انت. دابا والغريب هو انه انسان اناني في طبعه، خايف على مصلحته هو وخايف على راسه هو، كيهضر بمنطق اللي حاط قدامه الدراري عائله اوكي على الراس والعين، العائله ولا الوليدات على الراس والعين. مي انت الا كنتي كتشوفني دابا وكتسمعني واخا ما بغيتيش تجاوبني لان اصلا ما عندكش الجرأه باش تجاوبني، ما فكرتيش في الزوجه ديالك اللي في الطليقه ديالك اللي هي موت ولادك صيفطتيها للحبس ودمرتي لها حياتها ودمرتي لولادك حياه امهم، صيفطتيها للحبس وما تنازلتيش ليها. فكرتي لا هي كتخرج تهضر في شوف تيفي، هي اللي خرجت كتهضر في شوف تيفي قبل من شوف تيفي، خرجت وهضرت في الانستغرام ديالها وكتهضر اون بليس على حقها. وانت دابا انت راه ما قلتي حتى كلمه العيب. من براءه اخذها بعدا، قالك واخده البراءه، ما خداش براءه، راه خدا شهرين ديال السورسي ديال التشهير والابتزاز. انا قلت لهم كنت نازل له عليه وكنت نازل له على الضرب والجرح،
بالعكس، لانني القاضي ما عطانيش فرصه انني نهضر ونعبر على راسي كيفاش وقعت ديك الواقعه ديال الضرب والجرح. انا تبعت له الطوموبيل وقال لي ذاك الكلام اللي ما بغيتش كاع نعاود وحده، شفت انت كتخلصي بالباس وانت كذا وكذا. وقلت لي واش انا اللي موت ولادك؟ دابا السؤال، دابا انت الناس استاذ ملي انت كتقول موت ولادك هاد الهضره هادي، وملي انت وصلتيها للمحكمه وانت وصلتيها للعكاشه وما قدرتيش انك تنازل ليها ودرتي تنازل فيه شروط تعجيزيه ومشيتي كذبتي في الكونت ديالك في الفيسبوك كتقول لهم انا غتنازل لها، علاش؟ لان همك الوحيد هو تلميع الصوره ديالك اعلاميا، واتصلتي بيا عده مرات وهضرتي معايا وقلتي لي بالحرف انك انت عندك ملف طبي ديالها ان السيده حمقى وما عندهاش العقل، وهذا الشيء ماشي مشكل، هذا الشيء بوحدو، وهذا الشيء يعني فينا هو جيبوا هذا الملف خليني نشوفوه. نكمل. وفي الاخر غادي تتصل وغتقول لها حشومه هي تخرج تهضر في شوف تيفي، ماشي حشومه ان موت ولادك دوزت 3 شهور ديال الحبس، ماشي